السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح ماكينة الخياطة سنجر الهندي ازاي بنلضمها وازاي بنشغلها. اول حاجة عندي ده كده يعتبر حامل البكرة، وبعد كده عندي دليل الخيط رقم 1، بعدين عندي شداد الخيط بدخل الخيط كده في بين الطبقتين المعدن دول، وبعد كده عندي جزء ده اسمه الخطاف. ممكن ان انا اتني الخيط على 2 بحيث ان هو يبقى سهل في الدخول بتاعه كده اهو. وبعد كده الجزء ده اللي هو دليل الخيط رقم 2 اهو، بتني الخيط كده ويدخل من فوق برضو في الجزء ده، بسحبه من الناحية التانية كده. وبعدين عندي هنا في سلكة فوق الإبرة مباشرة، سلكة صغيرة دي برضو بيدخل جواها كده، وبعدين بلضم الإبرة نفسها. عشان أعرف ألضم الإبرة نفسها بنزل الرافعة دي لتحت بحيث إن يبقى عندي مساحة هنا. ممكن إن أنا مثلا أنور كشاف أو حاجة علشان يزود لي الإضاءة. لو أنا مش هقدر إن أنا أنور كشاف ممكن أحط حتة قماشة بيضة بحيث إن هي تسهل اللضمة بتاعتي. لما تبقي حاطة قطعة ورقة بيضة أو قماشة بيضة بتقدري تشوفي اسرع وتقدري ان انت تلضمي كويس. هنلضم الابره ازاي؟ هنلضمها من بره لجوه، ولازم يبقى جنبك قصافه بحيث ان انت يعني يبقى عندك الطرف ده مدبب كده. احنا لضمنا الابره زي ما قلنا من بره لجوه. خلاص هقدر احوش قطعه القماشه دي، انا كنت حطاها بس علشان اعرف الضم كويس. وبعدين هحط دي هنا على الطاره دي، طاره اسمها الطاره او عجله الاداره، وهخليها كده تلف قدام مرتين عليا بحيث ان انا اعرف اسحب الخيط بتاع المكوك. يبقى انا عندي دلوقتي خيط من فوق وخيط من المكوك، بحط الاتنين كده قدامي. طيب نسمع تاني اجزاء ماكينة الخياطة. اول حاجة انا عندي دي اسمها الطارة او عجلة الادارة، تمام. الجزء ده اسمه ملاي المكوك، ده اللي انا بتعلم ازاي املى منه المكوك، وهوريكم بعد شوية ازاي بنملى المكوك. بعد كده عندي الجزء ده حامل البكرة، دليل الخيط رقم 1، شداد الخيط، حامي الخيط. بعد كده عندي الخطاف، بعدين دليل الخيط رقم 2، والسلكة دي بعديها الإبرة مباشرة، وهنا دي دواسة القماش. كده أنا لضمت ادي الخيطين اهو، خيط من فوق بتاع البكرة وخيط من تحت بتاع المكوك. وطبعا لما يكون بشتغل حاجة مهمة المفروض يكون الخيط اللي فوق نفس اللون اللي تحت، بس أنا هعمل مجرد عينة تجريبية، تمام. هتني دي كده على 2. هشوف بقى أنا عايزة أشتغل على غرزة كام. يعني أشوف هنا مثلا أنا عايزة أجرب الوسع بتاعي، هل أنا عايزة أشتغل على وسع خالص ولا هضيق ولا إيه. هنجرب أهو كده. بدوس طبعا على الدواسة دي اللي هي دواسة الرجل، تمام. وهرجع هنا ادوس على دواسه الرجل وتكون موصلاها طبعا بالكهرباء، وابتدي اشتغل. المكنه لسه جديده وسمعت الصوت ده، ممكن انت تساعديها بان انت تضغطي ضغطتين كده او تزيحي على الطاره، هتلاقي المكنه اشتغلت معاكي على طول اهو. نشوف بقى الوسع بتاع الغرزه اهو كده. احنا هنتني عليها اشوف الغرزه بتاعتي مظبوطه ولا مش مظبوطه. دلوقتي هنتعلم ازاي ان احنا نملى المكوك. اول حاجه برفع دي كده لفوق وبحط الجزء ده هنا كده، وبعدين باخد جزء من الخيط وبلفه على المكوك نفسه، او ممكن ان انا الفه قبل ما ادخله في بيت المكوك يعني نفسه. يعني ناخد الماسوره دي او المكوك الف عليها جزء من الخيط بالشكل ده كده، وبعدين بحط دي هنا اهو واضغط دي كده. بعدين بدوس على دواسة الرجل، هرفع طبعا الرافعة لازم تكون مرفوعة لفوق، واضغط هنا كده تمام. احنا كده ملينا
ملينا جزء من المكوك، مش لازم ان احنا نملاه لحد الاخر. بعدين بتعلم ازاي احط المكوك في بيت المكوك، بحط دي جوه دي كده، وبعدين هنا عندي فتحة صغيرة بيمر منها الخيط كده، فتحة جانبية بيمر منها الخيط، وبعدين تحت الطبقة المعدن دي كده اهو، اهو كده يبقى دخلنا المكوك في بيت المكوك. ممكن ان انا اسحب البيب ده لبره شويه، ابتدي ان انا ادخله هنا واسمع صوت التكه. مهم جدا ان انا اسمع صوت التكه وهي داخله في المكنه بتاعتي. هنسلك بقى هنا كده لما ده ملينا المكوك الخيط لف هنا اهو. هنرجع نلضم الخطوات من اول وجديد. يبقى قلنا اول حاجه عمود البقره، تاني حاجه دليل الخيط، تالت حاجه شداد الخيط. وقلنا شداد الخيط ان هو بيلف على شكل دائري، يعني دايره كامله. وبعدين الجزء ده اللي هو حامي الخيط، يعني بيحمي الخطوات السابقه من ان هي تتفك. وبعدين عندي ده كده اللي هو ايه، الخطاف. وبعدين الجزء ده كده اللي هو ايه، اللي هو دليل الخيط رقم 2 اهو كده من فوق لتحت. برضو مهم ان انا احطه علشان خاطر ما تتفكش مني الخطوات اللي قبل كده. بسحب الخيط بهدوء خالص، وبعدين اروح انزل الرافعة دي لتحت وارفع الابرة لفوق. وفي هنا كده سلكة صغيرة فوق الابرة بتتحط. وبعد كده زي ما قلنا ان احنا بنلضم الابرة. لما اجي الضم الابرة ولقيت الخيط متنسل كده، المفروض ان انا بجيب دي اللي هي ايه، القصافة، وبقص جزء من الطرف بتاع الخيط عشان الخيط يكون مدبب. طيب انا مش شايفه كويس، اعمل ايه؟ ممكن ان انا اجيب ورقه بيضه واحطها، او ان انا اجيب قطعه من القماش الدبلان الابيض اهو، قطعه قماش ابيض، اي قطعه قماش لونها ابيض، واحطها كده. دي بتسهل لي جدا ان انا اشوف، ان انا اعرف ان انا الضم الابره كويس. يبقى حاجتين خلوني الضم الابره كويس، ان الطرف يكون هنا مدبب، وان يكون في تحتيها قطعه قماش ابيض. وبعدين بسمي بسم الله وبلضم.